أنا عايز أسألك سؤال، تفتكر إيه أكتر حاجة بتخلّي الإنسان مبسوط وسعيد في حياته؟ هل هي الفلوس؟ طب الشهرة؟ طب الشغل؟ طب السفر؟ أُمّال إيه يا ترى؟ أنا جاي النهارده عشان أقول لك إيه أكتر حاجة بتخلّي الإنسان مبسوط وسعيد في حياته. بس قبل ما أقول لك خلّيني أحكي لك حكاية صغيرة مبهرة هتخلّيك تبقى فاهم قد إيه أنا متأكد من إن الكلام اللي باقوله ده هو فعلًا كلام حقيقي وبيخلّي الناس فعلًا مبسوطة في حياتها. في يوم من الأيام جامعة هارفارد الأمريكية عملت دراسة على 724 راجل لمدة 75 سنة. أيوه يا صديقي ما تستغربش، هي الدراسة فعلًا بدأت وهُم في سن المراهقة لحد دلوقتي. لو ده بالنسبة لك عادي فاللي جاي مش عادي خالص. غرض الدراسة دي ان هم يتابعوا حياة الرجالة دول ويعرفوا ايه اكتر الاسباب اللي بتخلي الناس دي مبسوطة في حياتها. المهم فضلوا سنة بعد سنة يسألوا عن حياتهم الاجتماعية وتفاصيل مهمة جدا ودقيقة عن حياتهم الشخصية وعن صحتهم وغيره، لدرجة إن هما كانوا بيسألوا مراتاتهم والدكاترة بتوعهم وكل القريبين اللي حواليهم. ما تستغربش كل ده كان بمعرفتهم عشان خاطر يكونوا هما كمان متعاونين في الدراسة دي. في منهم اللي لما كبر بقوا دكاترة ومهندسين وعلماء، وفي جزء تاني منهم بقوا مدمنين ومجرمين وعندهم أمراض نفسية. والدراسة كمان بتقول إن خرج منهم رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بس ما قالوش هو مين. طيب بعد ده كله يا سيدي المهم الدراسة دي وصلت لإيه؟ هقول لك اهو، جاهز؟ حتة سسبنس كده. وصلوا يا سيدي لأن العلاقات الجيدة هي التي تجعلنا أكثر سعادة وأكثر صحة. نقطة ومن أول السطر. إيه ده؟ يعني مش الفلوس زي ما الولا عمدة صاحبي مأكد لي؟ لا يا سيدي مش الفلوس. بيقول لك كمان إن هم اكتشفوا في الدراسة دي إن الناس اللي كانوا مرتبطين بأهاليهم وأصحابهم وعندهم علاقات اجتماعية كويسة كانوا سعداء جدا وصحتهم كانت حلوة جدا. ومش بس كده، كانوا كمان بيعيشوا فترة أطول مقارنة بالناس اللي كانوا معاهم في نفس الدراسة بس ما كانش عندهم علاقات اجتماعية كويسة. وحط لي تحت كويسة دي 200 خط. ليه بقى؟ علشان ببساطة أنا وإنت عارفين إن ممكن يبقى في حياتنا ناس كتير جدا بس ملهمش لازمة، يعني وجودهم زي عدمه. وممكن يبقى لك 20 صاحب بس للأسف لما كدابة. وممكن كمان تبقى في علاقة عاطفية بس علاقة سامة بتأذيك، أو زي ما بيسموها كده علاقة توكسيك. كل ده للأسف يا صديقي بيستهلكك نفسيا وبالتالي جسديا. علشان كده نصيحتي ليك يا صديقي ما تستعجلش في اختيار علاقاتك، وما تخليش إحساسك بالوحدة يخليك تختار أي حد في سكتك علشان بس تخرج بره الشعور الوحش ده. حاول تحب نفسك أكتر وتبطل تضيع وقت بالساعات قدام شاشات، وبدل ده بإنك تقعد مع حبايبك والناس الحقيقيين اللي في حياتك أكتر وأكتر وتقوي علاقتك بيهم أكتر. كلم حد من قرايبك أو صحابك بقالك فترة ما كلمتوش، قضي وقت أكتر مع عيلتك وحبايبك. كلم صاحبك اللي كان واخد على خاطره منك بقاله فترة وانزلوا تمشوا سوا وتصالحوا، محدش ضامن بكرة فيه ايه. اعملوا ذكريات حلوة أكتر وأكتر. في النهاية بتمنى لك السعادة والصحة في كل الأوقات. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشجعني أستمر في المحتوى ده أكتر. سلام.